السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف السادس ثانوي مكملين مع بعض إن شاء الله. هنبتدي الجزء الأولاني في يونت 2. يونت 2 بنتكلم عن 3 أجزاء فيها، اللي هو الزمن الماضي التام البسيط، وزمن الماضي التام المستمر، وصفات المقارنة والتفضيل. هناخد الجزء الأولاني والتاني اللي هو ماضي تام بسيط وماضي تام مستمر. نبتدي مع بعض كده. ماضي تام بسيط، يعني إيه يا مستر ماضي تام بسيط؟ يعني ده أبسط درجات الفعل في الماضي التام. يعني إيه أصلا ماضي تام يا مستر؟ بالراحة بس علينا كده، إحنا اتفقنا وقلنا هناخد الخلاصة، هنفهم بالبلدي المصري بتاعنا اللي إحنا عارفينه، وبعد كده نشكل الجملة بتاعتنا إنجلش. طيب، ماضي تام ده أول فعل يحصل في الماضي. يعني إيه يا مستر؟ ما إحنا عندنا ماضي بسيط، ما إحنا قلنا الماضي البسيط فعل بدأ وانتهى في وقت محدد، في هذا الوقت المحدد، يعني في التوقيت ده. يعني ما أقول yesterday 2 hours ago 3 months ago in 2000، يبقى ده التوقيت المحدد اللي حصل فيه الفعل. لكن الماضي التام معناه إيه؟ إن الفعل ده هو تم، اكتمل، حدث، انتهى قبل هذا الوقت المحدد. يبقى أما يجي أول فعل يحصل في الماضي قبل توقيت معين يبقى ده ماضي تام. يبقى أول فعل يحصل في الماضي خالص ده ماضي تام، وكل الأفعال اللي تحصل بعد منه تبقى ماضي بسيط. يبقى تاني، ماضي تام هو أول فعل يحصل في الماضي خالص، وكل الأفعال اللي تحصل بعد منه تبقى ماضي بسيط. طب الماضي التام ده يا مستر اللي حصل قبل توقيت محدد، اكتمل، انتهى قبل هذا الوقت المحدد في الماضي، لو كان مستمر يبقى ماضي تام مستمر، نديله شكل الاستمرار أدام ما عنديش ما يمنع الاستمرار. طيب، نبتدي مع بعض كده. الماضي التام البسيط بيتكون من إيه؟ الجملة بتاعتنا الخمس أركان اللي إحنا قلنا عليهم، أو الخمس نقط أو الخمس تطبيقات اللي أنا بشغلهم أو بشتغل بيهم على الفعل. الفعل بتاعنا مثبت، فعل منفي، سؤال هل، سؤال بأداة استفهام، وإزاي أحول الفعل دوت للمجهول. يبقى نبتدي كده. ماضي تام أهو، فاعل هاد تصريف تالت مفعول باقي الجملة. عايز أنفي الجوكر اللي هشتغل عليه هاد يبقى هاد أنت. عايز أسأل نحط هاد قبل الفاعل تصريف تالت مفعول باقي الجملة. ليس الفاعل هاد، نو الفاعل هاد أنت. أداة استفهام قبل سؤال هل يبقى آدي سؤال بأداة استفهام. إيه المجهول يا مستر؟ آخد المفعول أحطه مكان الفاعل، والفاعل يخش مكان المفعول مسبوقا بباي. وهنا الفعل بتاعنا هاد، علامة الزمن التام هنا تنزل زي ما هي، والتصريف التالت بلاقيه جاهز ينزل زي ما هو، وأحط مكانه كتصريف تالت فعل يكون ينزل بين. يبقى كل اللي أنا زودته في المجهول إيه بعد ما بدلت الفاعل بالمفعول؟ بين. تمام كده. نيجي عند أول استخدام، بيقول لي إيه؟ الماضي التام بيعبر عن حدوث شيء قبل وقت محدد في الماضي. يعني لما تيجي تقول لي باي 9 o'clock، قبل ما الساعة ترن 9 yesterday، قبل ما الساعة تيجي 9 بالظبط، أنت كنت عملت إيه؟ أقول له I had watched the match، أنا كنت خلصت فرجة على الماتش. يبقى كنت بعمل حاجة تانية أو كنت قاعد فاضي. طب لو عندي فعلين اتنين بقى في الماضي، بيبقى بيعبر عن حدث في الماضي، ده بنسميه الحدث الأولاني، قبل حدث ماضي آخر ده بنسميه حدث تاني. يعني إيه يا مستر؟ يعني إذا هنا بقول له إيه؟ I had done my homework، أنا كنت خلصت واجبي before my father arrived، قبل وصول الأب. يعني إيه يا مستر الجملة دي مش فاهمينها؟ أنت هنا شغلت لنا ماضي تام وهنا شغلت لنا ماضي بسيط. ما إحنا اتفقنا قلنا أول فعل يحصل في الماضي خالص يبقى ماضي تام، والفعل التاني، الفعل التالت، الفعل الرابع، يبقى ده كلها أفعال في الماضي البسيط. إذا هنا علاقة الماضي التام بالماضي البسيط إيه؟ ترتيب أحداث. يعني إيه ترتيب أحداث؟ يعني بالبلدي كده، مين اللي حصل الأولاني ومين اللي حصل التاني. الأولاني يبقى ماضي تام، والتاني يبقى ماضي بسيط مع اختلاف الرابط بتاعنا. تمام كده. طب لو أنا بتكلم عن تبليغ أو تقرير شيء حدث في الماضي، اللي هي جمل إيه؟ indirect، كنا بنقول he said، قال إيه، أو he told، أخبر مين. ذات مثلا لو كان مضارع تام كنا بنحوله لماضي تام، ولو كان ماضي بسيط كنا بنحوله لإيه؟ برضه لماضي تام. he said that he had bought a new car the week before.
هنشغل الماضي التام بعد if الشرطية الحالة التالتة. تمام كده. يبقى خلاصة الكلام هنا، أول فعل يحصل في الماضي خالص ماضي تام، والفعل اللي يحصل بعد منه ماضي بسيط. بنتكرر مليون مرة علاقة الماضي البسيط بالماضي التام ترتيب أحداث، يعني مين الأول ومين التاني. لكن علاقة الماضي البسيط بالماضي المستمر إن الفعل ده كان شغال وجه الماضي البسيط قطعه، عطله، وقفه، مع اختلاف الروابط. دي خلاصة اليونتين اللي احنا اتكلمنا عليهم. ادي نفس كلمات هنا المضارع التام اقدر اشغلها برضو مع الماضي التام زي سينس وفور وجاست اوريدي. اقدر اشتغل على روابط الماضي التام بالماضي البسيط برضو زي ايه بيكوز واخواتها. باي مده محدده في الماضي، باي ذا اند اوف برضو مده محدده في الماضي، باي ذا تايم، after, as soon as, till, until, when, once, the moment. كل الروابط ديت برضو اهوت نشوف هنا بيقول لي ايه. كل روابط سابقة نشغل معاها ماضي تام ماضي بسيط. تمام. بس الحدث الأولاني خد بالك يبقى نحطه ماضي تام، ولو عندي 100 حدث الحدث الأولاني برضو فيهم يبقى ماضي تام، وكل الأحداث بعد منه تبقى ماضي بسيط. أو الحدث الأولاني ماضي تام، الحدث الثاني يبقى ماضي بسيط. لو أنا هنا هتكلم مثلا he had written the email و he sent the email، طب يا ترى الكتابة الأول ولا إرسال الإيميل الأول؟ أكيد يبقى الكتابة الأول، عشان كده شغلناها إيه؟ had written ماضي تام، والإرسال الفعل التاني عشان كده شغلته ماضي بسيط تصريف تاني يبقى sent. خلي بالي كل الروابط ده هي after, as soon as, when, the moment, once, until, till, because وas وsince السببية. كل الروابط ده هي يجي بعدها مين؟ الحدث الأول اللي هو ماضي تام وبعدين ماضي بسيط. لو الرابط بتاعنا في أول جملة أشغل بعديه الماضي التام، والفعل التاني يبقى ماضي بسيط. طب لو الرابط ده حركته في نص الجملة أحرك فعله اللي هو فعل الماضي التام قدام منه، والفعل اللي هو فعل الماضي البسيط اللي كان بعد الكومة أحطه قبل الرابط بتاعنا. نقرأ الأمثلة بتاعتنا ونشوف الدنيا ماشية إزاي. لكن هنا عكس القاعدة ديت يبقى مين؟ before by the time when، وخلي بالك هنا when جه بعدها ماضي تام يبقى تساوي after، when لو جه بعدها ماضي بسيط يبقى تساوي مين؟ تمام تساوي before. إذا كل الروابط في ترتيب الأحداث مين الأول مين التاني برضو يجي بعديها الماضي التام وبعدين الماضي البسيط، ما عدا مين؟ before و by the time. وين جوكر الروابط هنا برضو اهو، لو جه بعديه ماضي تام يبقى بتساوي افتر، ولو جه بعديها ماضي بسيط يبقى تساوي بيفور. وكل الروابط هنا في ترتيب الاحداث يجي بعديها الماضي التام زي ما احنا شايفين كده. طب حتى ادي بيكوز واز وسنس السببيه يجي بعديها الماضي التام وقبليها الماضي البسيط، ولا انا بدات بيها الجمله برضو عادي خالص هشغل بعديها التام وبعدين البسيط زي الامثله بتاعتنا اهو. حتى تيل وانتل، تيل وانتل يا مستر معناها ايه؟ معناها حتى. تمام. برضو شغلنا بعدها الماضي التام وقبليها الماضي البسيط. خلي بالي لان تيل وانتل ممكن اشغلها كحرف جر. يعني ايه؟ يعني يجي بعديها تعبير زمني زي ما يجي يقول the match didn't start until night، الماتش ما بدأش حتى التاسعة. I waited for you till midday، قعدت مستنيك لحد ايه؟ منتصف اليوم. طب في حالة التزامن يا مستر واحنا فسرنا عن ايه تزامن؟ كل الاحداث ترك 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 ورا بعضها على طول، مفيش فاصل زمني، يبقى كل الاحداث ماضي بسيط. بس هنا راعي مين الماضي البسيط الاولاني برضو ومين الماضي البسيط الثاني، عشان اما اجي اعكس القاعده بتاعت افتر هبتدي بالتاني اولاني مع بيفور وباي ذا تايم. قلت لك خلي بالك وين الجوكر بتاع الروابط شغال مع كله. تمام. هنا بقى بيقول ايه؟ لو مفيش فاعل الفعل بعد افتر اللي هو فعل الماضي التاني نشغله اي ان جي، والفعل الاخر التاني نشغله زي ما هو او نسيبه زي ما هو ماضي بسيط. نفس الفكره مع بيفور مفيش فاعل، واحنا قلنا فسرنا عن ايه مفيش فاعل، يعني مفيش اي هي شي ات وي يو زي او اي اسم مفرد او جمع يبقى الفعل على طول اي ان جي، والفعل الاخر يبقى ماضي تام زي المثال ده اهوت. هنا برضو بيقول لي ايه في حاله التزامن اهوت ممكن اشغل اون اي ان جي والفعل الثاني ماضي بسيط بديلا لوين ماضي بسيط ماضي بسيط. طب ممكن اشغل مين مكان افتر والماضي التام؟ اشغل هافينج تصريف ثالث والفعل الثاني تاني زي ما هو ماضي بسيط. طب لو كان فعل الماضي التام بعد افتر مجهول نشغله ايه او نشغل مكانه مين؟ having been تصريف ثالث والفعل الآخر يبقى كما هو ماضي بسيط. طيب يقول لي خلي بالي هنا after تساوي إيه؟ before that. يعني إيه before that؟ قبل ذلك. وإحنا بنقول
إن after ييجي قبليها الفعل التاني وبعديها الفعل الأولاني ماضي تام. تمام كده. هنا برضو before لو عكستها هنا أقول له before تساوي مين؟ after that. يعني إيه after that؟ يعني بعد ذلك. إذا ده حصل وبعد كده ده حصل. تمام كده. في مجموعة أخرى من الروابط تديني برضو نفس المعنى تقريبا. معناها إيه؟ لم يكد أن حدث هذا الفعل الأولاني حتى اكتمل هذا الفعل الثاني حدوثا. طب يا مستر إحنا هنا برضو ما بعرفش أحفظ ترتيب الأزمنة بعد الروابط ديت. بص إحنا اتفقنا هنا قلنا خلاصة الكلام بتاعنا إيه؟ الأول حدوثا ماضي تام والتاني حدوثا ماضي بسيط. وقلنا كل الروابط هنا يجي بعديها الأول حدوثا ماضي تام وبعدين الفعل التاني يبقى ماضي بسيط. طيب تقول لي إيه هنا؟ أفطر يعني إيه؟ بعد. تمام. إذا بعد أن حدث هذا الفعل الأول قد حدث هذا الفعل الثاني. يبقى الأول تام والتاني بسيط. يبقى على طول أفطر وإخواتها تام بسيط. في أول الجملة في نص الجملة لازق ليها الماضي التام. طب بيفور يعني إيه؟ قبل. أو قبل أن يحدث هذا الفعل الثاني قد حدث هذا الفعل الأولاني. يبقى يجي على طول بعد بيفور التاني أولاني يبقى بسيط تام. بسيط إيه؟ تام. طب لو أنا شغلت بيفور وإخواتها في نص الجملة يبقى على طول أحط قدامها البسيط وأشغل قبليها التام. حتى بيكوز وآز وسنس أهو لأن يجي بعديها السبب وبعدين النتيجة. إذا السبب اللي حصل الأول يبقى ماضي تام والنتيجة نتيجة الفعل اللي حصل الأول تبقى ماضي بسيط. يبقى السبب أولاني تام والنتيجة بسيطة على طول. لأن لو هنا شغلت روابط النتيجة اللي هي سو وذاتس واي هقلب القاعدة بتاعتي. تمام كده. طب تيل وان تيل معناها إيه يا مستر؟ معناها حتى. إذا لم يحدث هذا الفعل الثاني حتى اكتمل هذا الفعل الأولاني حدوثا. يبقى يجي بعد تيل وان تيل الماضي التام والفعل الآخر نشغله ماضي بسيط منفي. أو ممكن يبقى الفعل يديني معنى النفي. ما أقول مثلا he refused معناها he didn't accept. he waited انتظر معناه he didn't leave. إذا بعض الأفعال تديني معنى النفي ما بحتاجش صيغة النفي didn't زائد المصدر أو wasn't أو weren't تصريف ثالث في حالة المجهول بتاع الماضي البسيط. يبقى على طول هنا الفعل يديني معنى النفي أو أنفي الماضي البسيط في المعلوم المجهول زي ما احنا عارفين قبل تيل وانتيل عشان أحافظ على معنى الكلام. حتى ممكن أشغل لو في حالة التزامن أشغل الماضي البسيط المنفي وأشغل بعد تيل أو انتيل الماضي البسيط برضه عادي مفيش مشكلة. كل الكلام ده قلناه. نخش على المجموعة الأخرى تديني معنى إيه؟ لم يكد أن حدث هذا الفعل الأولاني حتى حدث هذا الفعل الثاني. مين المجموعة ديت؟ أول مجموعة نو سونر الرابط معاها هذان. المجموعة التانية هاردلي أو سكيرسلي الرابط معاهم هوين. طب هنا بيقول لي إيه؟ لو أنا هبتدي بالفاعل بتاعنا عادي خالص هحط الرابط الأساسي نو سونر أو هاردلي وسكيرسلي ما بنات هاد والتصريف التالت وأشغل الرابط الثانوي بتاعهم وبعدين الماضي البسيط. طب لو أنا هبتدي بالرابط الأساسي زي نو سونر هنا هاخد الفاعل أحطه مكانه بين هاد والتصريف التالت. يعني هنا الماضي التام هينزل شكل السؤال لو أنا بدأت بنو سونر أو هاردلي أو سكيرسلي. يبقى نو سونر أو هاردلي أو سكيرسلي على طول يجي بعدهم مين؟ هاد فاعل تصريف ثالث والرابط مع نو سونر ذان الرابط مع هاردلي وسكيرسلي وين الماضي البسيط. خلي بالي لأن في حالة التزامن وبدأت بيهم يبقى الجملة بتاعتي برضو ماضي بسيط ماضي بسيط. بس هنا الماضي البسيط نشغله إيه؟ برافو عليكم في شكل السؤال. يبقى did الفاعل مصدر ده لو في حالة التزامن. المجموعة اللي بعد كده it was only when it wasn't until نشغل بعديهم الأول حدوثا ماضي تام وهنا الرابط معاهم that. أما هنا then مع no sooner. أما هنا مع المجموعة ديت that الماضي البسيط. حالة التزامن برضك عادي يبقى ماضي بسيط ماضي بسيط. خلي بالك ادي when شغلنا قبلها ماضي بسيط الماضي التام ذات ماضي بسيط. وادي until شغلنا قبليها ماضي بسيط منفي اللي هو wasn't وادي بعديها الماضي التام ذات الماضي البسيط. وادي أمثلة على الجزء اللي احنا اتكلمناه الآخر. شوف المثال ده بيقول لي as soon as I arrived the airport بمجرد ان انا وصلت الايربورت I realized that أدركت ايه؟ يبقى وصلت ايه؟ عرفت ان كان في حاجة حصلت قبل كده اللي هو ايه؟ I had forgotten the passport. تمام كده. يبقى الفعل الاول حدوثا في الثلاثة دول مين؟
ان انا نسيت الباسبورت بتاعي. عرفت امتى؟ لما وصلت المطار عرفت. يبقى الاثنين دول arrived و realized بينهم تزامن، يبقى ماضي بسيط كان سبقهم فعل اولاني، يبقى had forgotten ماضي تام. خلي بالي هنا الصيغه دي في المعلوم يعني ايه. ممكن اشغل اي رابط زمني وراه جمله ماضي تام معلوم والفعل الاخر ماضي بسيط اهوت. اشغل مكان الرابط الزمني وجمله التام المعلوم having تصريف ثالث او الفعل اي ان جي. ده فين معلوم. لكن لو مجهول يا مستر، الرابط الزمني لو جه وراه ماضي تام مجهول هشغل مكانه مين؟ having been تصريف ثالث، وممكن أشغل مكان المجموعة دي بحالها التصريف الثالث إشارة جملة المجهول، والفعل الآخر يبقى كما هو ماضي بسيط. قلنا الماضي التام المستمر هو الماضي التام البسيط، إلا إن هنا شكل الفعل الأساسي ينزل أي إن جي، وبعوض عن الفعل الأساسي كتصريف ثالث إيه؟ بين. الله، إحنا مش لسه قايلين بين هنا يا مستر؟ بس كنا بنقول له هاد بين تصريف ثالث يبقى ماضي تام مجهول. تمام. أما هنا هاد بين أي إن جي يبقى ماضي تام مستمر. واحنا قلنا المستمر ان الفعل بتاعنا بياخد وقت في حدوثه، بيستمر لمدة معينة في الوقت. طب عايز انفي نفس الفكرة هادنت، هسأل هذا الفاعل أداة استفهام، يبقى هذا الفاعل بين اي ان جي. طبعا لو جيت اشغلها مجهول هرجعه تاني ماضي تام بسيط مجهول. ادي الاستخدامات نفس الكلام. نعبر عن حدث كان مستمر لفترة قبل وقت معين في الماضي، ان الفعل ده هو كان مستمر لوقت طويل أو لمدة زمنية معينة قبل حدوث فعل آخر أو قبل هذا الوقت المحدد في الماضي. نعبر عن حدث كان مستمر لفترة برضه قبل وقوع حدث ماضي آخر. أدي الفعل الأولاني وكان مستمر ادانا له شكل إيه؟ تمام مجهول، تمام استمراري، يبقى had been ing. وادي before I had my lunch، قبل أن أتناول الغداء أنا كنت قاعد بعمل إيه؟ كنت قاعد بذاكر لمدة 3 ساعات. تمام كده؟ وادي هنا برضه أهو ممكن أشغل أو يعبر عن إيه الماضي التام المستمر؟ حدث كان مستمر لفترة وكان له أثر على حدث ماضي آخر. يعني إيه يا مستر؟ يعني نتيجة الحدث ده بسبب استمرارية الحدث الأولاني اللي هو السبب. يعني لما تيجي تقول لي علي looked tired، الواد علي كان شكله تعبان. ليه؟ هو كان بيعمل إيه قبل كده خلاه تعب؟ Because he had been working hard all day. وادي إشارة الاستمرار هنا اهوت all مدة زمنية. تمام كده؟ واللي خد بالك ممكن أشغل كل روابط الماضي التام البسيط برضك مع الماضي التام المستمر. تمام؟ كل أزمنة الماضي ممكن أشغلها مع روابط السبب والنتيجة زي ما احنا شايفين كده. بص ركز بقى معايا كده. ادي روابط السبب اللي هي because وas وسنس السببية اللي هي ده كلهم معناهم ايه؟ لأن. لو أنا هشغلهم في الماضي هيجي قبليهم ماضي بسيط. طب لو أفعال متزامنة يبقى الماضي البسيط قبليهم أهو، والفعل التاني متزامن معاهم يبقى ماضي بسيط. طب لو الفعل الأولاني اللي هو ماضي بسيط ده هو قاطع لفعل كان مستمر يبقى اللي قبليهم ماضي بسيط واللي بعديهم ماضي مستمر. طيب لو ده الماضي البسيط ده التاني وكان حصل قبل منه فعل أولاني يبقى ماضي تام بعديهم، ولو كان مستمر ياخد شكل الاستمرار يبقى ماضي تام مستمر. القاعدة دهيت هياها بس هبدل الأفعال. لو أنا شغلت روابط النتيجة اللي هي so that's why يجي بعديهم النتيجة لحدوث فعل أولاني أو فعل كان شغال، يبقى على طول أهوت هشغل القاعدة السابقة مقلوبة مع so that's why. زي ما احنا اتفقنا واتكلمنا قبل كده مع الماضي المستمر نفس هنا الفكرة. موانع الاستمرار لأي زمن لأي فعل ما اقدرش اشغله هنا بقى ماضي تام مستمر، بس هشغل مكانه ماضي تام بسيط امتى؟ مع الافعال اللحظيه اللي هي افعال تك حصلت يا اما ما حصلتش، يعني افعال لا تستغرق مدى زمني او مده زمنيه. زي ايه يا مستر؟ وين. اما تيجي تقول لي ده هو وين فاز، فاز او ما فازش، لوز فقد او ما فقدش، قريب وصل او ما وصلش، استلم او ما استلمش، انهى ام لم ينهي، فتح ولا ما فتحش، اغلق ام لم يغلق، توقف ام لم يتوقف، اتعطل ولا ما اتعطلش. دي كلها افعال لحظيه يعني حصلت يا ما حصلتش. طب لو ذكر كم او عدد مرات حدوث الفعل ما اقدرش اشغله استمرار في اي زمن. هنا بقى نشغل مكان الماضي التام المستمر يبقى ايه؟ ماضي تام بسيط. برضو مع أفعال الحب والكره الإحساس والتملك والشعور والإدراك والتفكير اللي هي الأفعال التقريرية، وفعل يكون ما أقدرش أشتغل عليه هنا كفعل أساسي ING.
يبقى هي دي برضك موانع للاستمرار في أي زمن، في أي زمن. أتمنى يا رب إن أنا أكون فدتكم بشيء. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة مجانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.